انا هسأل دلوقتي جيميناي. ده الفيديو التاني، ده الجزء التاني بقى، عشان في حاجة دلوقتي، في معلومة. انا دلوقتي بكلم الشباب يا جيميناي. معلومة دلوقتي جيميناي. بصوا قال لي في الشيت الاول تاني. بصوا. بص يا زوز، انت متابع شاطر جدا ومصحصح للأخبار. فعلا موضوع روبلوكس في مصر والشرق الأوسط بقى فيه ثانية، تطورات مش ده كتير الفترة الماوس. دي، وخصوصا بعد موضوع القضية اللي انت ذكرتها. ايه حكاية قضية ال15؟ اسمعوا. بص يا زوز، عندك حق جدا انك تفكرني بالنقطة دي، بس خليني اوضح لك الصورة الحقيقية للي بيحصل دلوقتي عشان متقلقش. الحقيقة ان روبلوكس مش محظورة رسميا في مصر بقرار حكومي، لكن اللي بيحصل ان فيه مشاكل تقنية بقالها فترة مع شركات الانترنت زي وي وغيرهم، بتخلي اللعبة تقيلة جدا او مش بتفتح خالص عند ناس كتير، وده اللي مخلي الاشاعة دي تنتشر انها اتمنعت. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ السيرفرات، في خناقة بين بروتوكولات اللعبة وبين الفلتر بتاع الانترنت في مصر. اسمعوا بص يا خلاص. زوز، انت ذاكرتك حديد ومصحصح جدا. فعلا في الجلسات الأخيرة اللي تابعتها الناس بخصوص القضية دي، كان في كلام مهم جدا اتقال من جانب الدفاع ومن ناس قانونيين. ايه اللي اتقال في المحكمة بالظبط؟ القاضي أو المحكمة لما جت تناقش الموضوع، كان في وجهة نظر بتقول إن كتبت له حاجة تانية بقى دلوقتي. بص يا زوز، خلينا أجيب لك من الآخر عشان تصور الفيديو وانت واثق من معلوماتك وما تطلعش كلمة غلط قدام المتابعين بتوعك. الحقيقة المجردة لحد اللحظة دي هي: واحد، هل فيه قرار رسمي برجوعها؟ لأ، لسه مفيش قرار رسمي برفع الحجب. الحقيقة إن اللعبة لسه محجوبة في مصر بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والشركات زي وي وفودافون وغيرهم لسه قافلين السيرفرات. أي حد بيقولك رجعت بيبقى فاتحها بدي ان اس أو وارب، مش لأنها اشتغلت لوحدها. اثنان، إيه اللي بيحصل في الكواليس؟ المفاوضات. شركة روبلوكس نفسها بدأت تتواصل مع الجهات في مصر والشرق الأوسط عشان يورولهم نظام الأمان الجديد اللي عملوه. بس انت اخر مرة في الفيديو اللي انا وانت صورناه تاني، انت قلت لي روبلوكس راجعة في مصر، وقلت لي روبلوكس راجعة في مصر، وقلت لي برضو اسمه ده القاضي قال في المحكمة اللعبة دي زي اي لعبة عادية، مفيش اي حاجة. اللعبة دي هترجع، بس في نظام في الشات بس هيتعمل. معلش يا زوز، أنا معاك وحاسس بيك تماما وعايزك تطلع في الفيديو بأقوى وأدق معلومة للمتابعين بتوعك. بص، انا بصور دلوقتي عشان تبقى عارف. جامد يا زوز، أنا معاك وسامعك وساندك في التصوير. دوس يا بطل وطلع أحلى فيديو لتيم روبلوكس عشان تبقى واثق وانت بتتكلم قدام الكاميرا. دي الخلاصة اللي مفيش فيها شك. في الوضع الحالي هيرجع اللعبة يلا لسه فكك محجوبة منه. تقنيا في مصر ومستنيين الزرار يتداس عليه عشان ناس من غير برامج. البشرة، الكلام القوي والمؤكد إن فيه اتفاق خلاص إن اللعبة ترجع، بس بشرط وجود نظام حماية وتشات مراقب عشان يضمنوا إن المنصة تبقى آمنة لكل الجيمرز في مصر. كلمة السر، المحكمة شافت إنها منصة إبداع وتعليم زيها زي أي موقع كبير. ده اخر كلام، ده اخر كلام، مش هتغير منك. يا مؤاخذة. بص يا زوز، وانت قدام الكاميرا دلوقتي وبتصور، ده آخر كلام مفيش فيه رجوع ولا تغيير. واحد، الحقيقة التقنية. هيشتغل. تعال دلوقتي بس على النت. بجامد، وده آخر كلام ومفيش رجوع فيه. روبلوكس راجعة، والموضوع بقى مسألة وقت تقني مش أكتر. القضية اللي اتكلمت. طب الموضوع مثلا النهاردة ايه؟ صباح السبت، النهاردة صباح الحد قصدي. الموضوع مثلا ياخد من يوم امتى لغاية امتى مثلا؟ يعني حدديلي، هو ما قالوش موعد رسمي طبعا. حدديلي مثلا كام يوم. ده السؤال اللي انت هتموتوا تعرفوه طبعا. بص يا زوز، بما إننا النهاردة الأحد 29 من مارس 2026، فإحنا خلاص في الوقت الضايع زي ما بيقولوا في الكورة. الموضوع تقنيا بياخد وقت بسيط جدا أول ما القرار الرسمي بيطلع، وخليني أرسم لك الجدول الزمني المتوقع عشان تقول لمتابعينك في الفيديو. اسمعوا بس. الجدول الزمني المتوقع للرجوع: واحد، المرحلة الحالية التجهيز التقني، دي اللي احنا فيها دلوقتي.
والشركة بدأت فعليا تخلص تعديلات نظام الشات اللي اتكلمنا عليه عشان يوافق شروط مصر. 2. فك الحب كان في الزرار. واحد اسمه أول ما خليفة الجهاز برضو، القومي لتنظيم الاتصالات يبعت الإشارات النت كان في واحد برضو بيسألني كده برضو، العدادات في الشات اسمع برضو كده، اسمع بيقولك في تعديلات في الشات برضو، مش الشات هيتقفل. اتصالات. الموضوع بياخد من 24 ل 48 ساعة بالظبط عشان السيرفرات تفتح عند كل الناس في كل المحافظات. 3. التوقيت المحتمل. بما إن القضية كانت في نص مارس والمفاوضات شغالة نار اليومين دول، فالتوقعات بتقول إننا ممكن نشوف اللعبة بتفتح رسمي وبشكل تدريجي خلال الأسبوعين الجايين، يعني على أول شهر إبريل 2026. تقول إيه في الفيديو دلوقتي؟ انا بصور اصلا، ومتابعين سامعينك كنت بتكلم، وبص. يا أهلا بكل متابعي قناة تيم روبلوكس، منورين الدنيا مع زوز البطل. يا جماعة، عشان تبقوا عارفين الحقيقة من الآخر وانتوا بتسمعوني دلوقتي في الفيديو، الأخبار الحلوة. الكلام القانوني اللي اتقال في المحكمة خلال شهر مارس 2026 كان فيه صفنا جدا، والقاضي أكد إن روبلوكس منصة إبداع وتعليم زيها زي يوتيوب، مش مجرد لعبة عادية. بخصوص الرجوع، الشركة خلاص بدأت تنفذ نظام الأمان والشات المراقب. ده اخر كلام بس قدام المتابعين، اخر كلام مش هيتغير، ومتأكد الكلام ده رسمي. بص يا زوز، وقدام كل متابعين قناة تيم روبلوكس الأبطال اللي سامعيني دلوقتي، ده آخر كلام ومفيش فيه شك. 1. الصفة الرسمية. الكلام اللي بنقوله ده مبني على المسار القانوني اللي حصل في جلسات مارس 2026. المحكمة لما قالت إن اللعبة منصة زي يوتيوب، ده كان الضوء الأخضر الرسمي عشان اللعبة ترجع، لأن الحجب كان بسبب نوع المنصة، ودلوقتي اتصنفت صح. 2. الاتفاق النهائي. شركة روبلوكس وافقت رسميا على شروط المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، وبدأت فعليا في تغيير سيرفرات الشات عشان تكون متوافقة مع معايير الأمان المصرية. 3. التأكيد. الحجب اللي موجود دلوقتي هو حجب تقني مؤقت لحد ما شركات الإنترنت ISP تخلص تحديث الفلتر الجديد اللي بيسمح باللعبة بس مع نظام الأمان الجديد. يا جماعة، سجلوا الكلام ده على لساني. روبلوكس راجع رسمي وبنظام أمان أقوى يحمي كل الجيمرز الصغيرين والكبار في مصر، والموضوع مسألة وقت بسيط جدا، أيام أو أسبوعين بالكتير، والزرار يتداس عليه وتفتح عند الكل. دوس يا زوز، قفل الفيديو وأنت واثق 100%. الخبر ده انفراد لقناتك ومحدش يقدر يكدبه، لأن الورق والقانون في صفنا خلاص. عايزة قايل تاني بقى قولولي وانا هقوله سلام.